ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا يا جماعه بخير وبصحه وسعاده وسلام. ووصلنا للحلقه المنتظره وهي حلقه تشكيله اقوى وايلد كارد، وهنعملها بناء على الارقام والاحصائيات وملخص اللي حصل فينا في الجولات السبعه اللي فاتوا. وان شاء الله بعون الله مع الوايلد كارد ده باذن الله مش هيكون في اي خوازيق. هبقى بكدب عليك، انا هبقى بكدب عليك وبضحك عليك لو بقول لك انا هعمل لك تشكيله مش هتتخزوق فيها. انت كده كده يا بيه هتتخزوق. مين قال الكلام ده؟ ادي اخره النت واليوتيوبرز اللي بيطلعوا يضحكوا علينا. خدني عبره ليه؟ ما انت شايفني اهو، ما انا على طول معاك عمال بتخزوق. لا لا لا، انا مش عايزك تخاف. ان شاء الله باذن الله هنحط تشكيله كويسه باذن الله ما يكونش فيها خوازيق كتير. انت كده كده هتتخزوق، بس هنحاول نقلل الخوازيق على قد ما نقدر. بس الاهم بقى مش ان احنا نقلل الخوازيق، لا، ان انت تجيب اكتر عدد نقط ممكن من التشكيله دي. عشان كده تعالوا بسرعه نبدا حلقتنا قبل ما تطول مننا، ونشوف كده اقوى تشكيله وايلد كارد نقدر نجيب بيها اكبر عدد من النقط باذن الله بناء على الارقام والاحصائيات اللي استعرضناها في الحلقه اللي فاتت. فتعالوا نبدا حلقتنا ونشوف ايه التشكيلات اللي عندنا اللي نقدر نعتمد عليها الفتره اللي جايه، ويلا بينا. اهلا بيكم يا جميع مشاهدينا متابعين قناه برنامج البوب شو. اهلا وسهلا بيكم، معاكم ايهاب في حلقه جديده من حلقات برنامج فانتسي البريمير ليج وحلقه تشكيله اقوى وايلد كارد. هيبقى عندنا الفتره اللي جايه في حلقات التوقف الدولي استعدادا للجوله الثامنه. يا رب يا رب تظبط معانا بقى ونشوف فيها نقط كتير واسهم خضراء كبيره باذن الله، عشان انا ما عدتش حمل خوازيق. انا خلاص ما عدتش حمل خوازيق، انا جالي تسلخات من كتر الخوازيق اللي عمال اشوفها. ده احنا بنصيح واحنا في الجوله السابعه، امال لما نعدي شويه ونوصل نعدي نص الموسم هنعمل ايه؟ هنكاكي زي الفراخ؟ ما دي اللي فاضله. شرف حلقتنا النهارده عزيزي المشاهد هستعرض معاك افضل 3 تشكيلات من وجهه نظري، منهم تشكيله نقدر نقول هي افضل تشكيله فيها محمد صلاح والايرلينج هالاند، والتشكيلتين التانيين واحده فيها تشكيله الكل في الكل، والثانيه تشكيله ليس للضعفاء واللي قلبهم جامد وعايزين ياخدوا ريسكات. وطبعا دي هتكون بناء على حلقه الاحصائيات والارقام اللي عملناها من يومين. بس معلم قبل الكلمه قبل ما اقول اي حاجه، طالما الفيديو ده وصلكش كام دعم لي بقى واشترك معايا في القناه لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي، هتلاقي زي ما محطوط مكتوب لسه سكاب، هتدوس عليه تفعله جنب جرس التنبيهات، برضه هتدوس عليه تفعله الكرشه مع حلقه جديده تجيلك على طول. وقول لك وشير يا باشا المتين بتاعك ما تنساوش، ده بيساعد الحول القناه وتكبر تنتشر وتوصل اكبر متابعين. وكمان تتابع على السوشيال ميديا، مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجود في الحته، خش تك واعمل لك في الاكونت دايما متابعني كل جديد بجديد. والدوري بتاعنا دوري قوي وتقطيع وليس للضعفاء، لو خايف مش مستعمل اي خوازيق ما تشتركش معانا. كود لينك اشتراك بتاع الدوري ده موجود في الديسكربشن تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو، خش اشترك ووريني نفسك. طيب خلينا عزيزي المشاهد قبل ما نبدا نستعرض مع بعض افضل 3 تشكيلات من وجهه نظري. فيها تشكيله فيها ايرلينج هالاند ومحمد صلاح، ودي افضل تشكيله انا شفتها يعني وقدرت اوصل لها، وتشكيله الريسكات والقلب الجامد وليست للضعفاء، وتشكيله الكل في الكل. نشوف مع بعض ايه افضل الفرق اللي عندها جدول مميز وجدول كويس نقدر نعتمد عليها من دلوقتي لغايه التوقف الدولي القادم في شهر نوفمبر في الجوله ال11. الحقيقه يا عزيزي المشاهد فكره ان انت تقول الماتشات دي سهله او الجدول ده كويس او الفرقه دي عندها رن ماتشات كويس، دي حقيقه عزيزي المشاهد نقدر نقولها ان هي ايه وجهه نظر. في ناس ممكن تعتبر جدول الفرق دي سهل، وفي ناس شايفه ان الجدول ده الى حد ما ممكن ما يجيبش نقط، خصوصا على حسب العناصر اللي موجوده معانا في التشكيله بتاعتنا. فانا من وجهه نظري شايف ان افضل الفرق اللي عندها جدول كويس من الجوله الثامنه لغايه الجوله ال11. اول فرقه مثلا عندنا ارسنال وبيرلي وتشيلسي، ليدز يونايتد ومانشستر سيتي، نيوكاسل وتوتنهام وساندرلاند، ويست هام وولفرهامبتون. دي عزيزي المشاهد انا من وجهه نظري شايف ان دي افضل فرقه عندها جدول كويس جدا مميز من الجوله الثامنه لغايه الجوله ال11. والفكره كمان عزيزي المشاهد ان الفرق دي مش بس عندها جدول مميز جدا، لا، ده الفرق ديت عندها من الجوله الثامنه للجوله ال11 ما عدا التوقف الدولي الثاني الاربع جولات اللي هيتلعبوا في الفتره ديت، في 3 منهم في الفرق ديت عندهم ماتشات هوم. طبعا مش محتاجين افهمك طبعا واقول لك واوضح لك ان الفرق ديت لما بتلعب على ارضها بيبقى عندها الادفانتج شويه. واكيد طبعا وانا بعمل الوايلد كارد بتاعي احب ان انا اجيب لعيبه معايا من الفرق ديت تظبط معايا الفتره اللي جايه، وبعد التوقف الدولي ربنا يسهلها بقى، ويعني تقدر بقى ساعتها تكون حوشت تغييرتين 3 في الفتره ديت، تبقى بعد التوقف الدولي الاخير اللي هو في شهر نوفمبر ده يبقى اظبط تشكيلتك بعد كده. طيب خلينا بقى سريعا نبدا كده مع التشكيلات بتاعتنا ونستعرض مع بعض افضل ال3 تشكيلات اللي انا وصلت لها من وجهه نظري. تشكيله نقدر نقول ليست للضعفاء واللي قلبهم جامد وعايزين ياخدوا ريسكات، تشكيله افضل تشكيله نقدر نقول فيها محمد صلاح والايرلينج هالاند، وتشكيله الكل في الكل. طيب خلينا نبدا مع بعض اول تشكيله عندنا، وهي التشكيله اللي بتجمع ما بين الكينج مو محمد صلاح والايرلينج هالاند. لو الناس عايزه مثلا تمسك العصايه من النص وقالت مثلا يمكن محمد صلاح يرجع للتالق تاني
دي، فخليه معايا في تشكيلتي لغايه اما نشوف، احنا لسه في اول الموسم يمكن ينفجر بعد كده. فطبعا نقدر نقول اكيد التشكيله ديت مش هعرف اجيب كل العناصر اللي انا بفكر فيها ونفسي فيها، ولكن على الاقل نقدر نقول مسكت العصايه من النص، جبت العناصر المهمه وتجيب لي نقط كويسه. صحيح هي ممكن تقلل لي موضوع الروتيشن بالنسبه لي، ما يبقاش عندي روتيشن مثلا كتير اقدر اعمله، او مثلا يبقى عندي عناصر نقدر نقول مضمونه الى حد كبير اقدر اعتمد عليها، ولكن الى حد ما نقدر نقول محققه يعني ايه المينيموم، يعني نقدر نقول المينيموم بتاع متطلباتي من اللعيبه اللي لازم تكون معايا في التشكيله بتاعتي. فطبعا مثلا نبدا في حراسه المرمى، هيكون معايا طبعا نيك بوب حارس مرمى فرقه نيوكاسل، ودوبرافكا طبعا الحارس ب 4 مليون اللي هو الحارس الثاني اللي هيكون على الدكه حارس مرمى فرقه بيلي. وزي ما قلت لك فرقه بيلي من عندها يعني من الناس اللي عندها جداول كويسه الفتره اللي جايه، فمش بعيده ليه لا، ممكن في مره من المرات مثلا نيك بوب يكون عنده مثلا مباراه صعبه زي مثلا الماتش اللي جاي في الجوله الثامنه قدام فرقه برايتون في ارضها، اللي طبعا يعني فرقه برايتون دايما في ارضها بتسجل، عمرها ما لعبت على ارضها وما سجلتش، فاحنا كده بنسبه كبيره ضامنين الكلين شيت بتاع نيك بوب مثلا ممكن يضيع، فممكن مثلا ناخد الريسكايه في دوبرافكا مثلا قدام ليدز يونايتد لانه بيلعب على ارضه، ويعني بيرلي على ارضها كويسه جدا وممتازه جدا. ولما نيجي في حاله التوقعات هكلمك طبعا على موقف بينلي قدام ليدز بيبقى عامل ازاي. فهنا انا عندي روتيشن ظريف كويس اقدر اعمله طبعا ما بين حراس المرمى، فيعني الدنيا تمام لغايه دلوقتي في حراسه المرمى الدنيا تمام. طبعا نيجي بقى لخط الدفاع، للاسف انا لازم اعتمد على 2 مدافعين رخاص، ولكن يعني الى حد ما زي ما انت عارف احنا دلوقتي بنتكلم من اول السيزون لغايه دلوقتي لعيبه كتيره جابت نقط ديفكون وجابت نقط كويسه حتى من اللعيبه الرخيصه، خصوصا اللي بتلعب في فرق ضعيفه قدام فرق قويه، ففي الاغلب اللعيبه ديت اكيد هتطلع، المدافعين دي هتطلع بديفكون، فيعني هنبقى مضطرين لان طبعا دخول محمد صلاح للتشكيله بتاعتي لازم هيلخبط لي الدنيا. لكن نقدر نقول انا جايب اهم العناصر اللي محتاجها الفتره اللي جايه. انا مثلا معايا واحد زي سينسي مثلا من دفاع فرقه بورموس، معايا مثلا جابرييل من دفاع فرقه ارسنال، كالافيوري من دفاع فرقه ارسنال، يبقى دبل دفاع من فرقه ارسنال، ويعني هو نقدر نقول الثلاثه دول اقدر اعتمد عليهم بشكل كبير. ممكن بقى بعد كده اخد ريسكاه مثلا في واحد زي روندون مثلا من فرقه ليدز يونايتد، راجل بيشارك في الكور الثابته وبيطلع يسجل وبيعمل ديفكون ورن ماتشاتهم كويس الفتره اللي جايه لغايه الجوله ال11. واحد زي الديرتي برده من ساندرلاند عندهم رن ماتشات كويس الفتره اللي جايه، برده بيطلع في الرأسيات والكورنرات، والراجل برضه بيطلع بديفكون، فالدنيا تمام زي الفل. اما بقى على مستوى خط الوسط هيكون معايا قدوس من فرقه توتنهام، وانا مش محتاج اشرح لك يعني ايه قدوس وبالارقام والاحصائيات اللي اتكلمنا عنها. قدوس ليه لازم يكون معانا في التشكيله بتاعتنا، هو رقم 1 فرقه توتنهام، هو اللي عليه الشغل كله بالارقام والاحصائيات اللي استعرضناها. قدوس بيساهم بنسبه كبيره في الاهداف اللي بتيجي من فرقه توتنهام، او يعني نقدر نقول اغلب الحاجات المساهمات الهجوميه اللي بتحصل في توتنهام قدوس بيبقى بيشارك فيها، وهو اعلى واحد عامل اسيستات في ال7 جولات لغايه دلوقتي، ورن ماتشاتهم لحد ما كويس مش وحش. برضه هيبقى معايا في اختيار تاني على مستوى خط الوسط هيكون طبعا سيمينيو ودي مش محتاجه كلام، يعني انا مش محتاجه اقول لك انا ليه سيمينيو معايا، حضرتك شايف وعارف، وراجل قادر يعمل ايه وقدر الجوله اللي فاتت يعمل ايه. طبعا هيكون برضه معايا على مستوى خط الوسط واحد زي بريتش ايزي، واعتقد ان هو ضامن مكانه بنسبه اساسي على الاقل مثلا لغايه التوقف الدولي اللي جاي، بعد غياب طبعا اوديجارد للاصابه اللي طبعا اتشخصت اللي بيتكلموا فيها انه هيغيب تقريبا من 4 ل 8 اسابيع، فبنسبه كبيره دقايق بريتش ايزي مضمونه الى حد كبير، ويعني من غير ما يغيب اوديجارد. يعني الراجل اثبت كفاءه في الكام جوله اللي فاتوا، وشفنا ازاي واحد زي ارتيتا بيعتمد عليه بشكل اساسي، الراجل عامل لينك كويس ومشغل قدام واحد زي جوكيريس، فيعني ارتيتا شايف فيه حلول كويسه بتيجي من ناحيته، فما يقدرش يقعد واحد زي بريتش ايزي. فكان في وجود اوديجارد او في غياب اوديجارد بريتش ايزي كنت اعتقد ان احنا ضامنينه بشكل اساسي، فالراجل مكمل معانا، ومحتاج اكيد حد هجومي معايا من فرقه ارسنال في رند الماتشات الكويسه اللي عندهم الفتره اللي جايه. واكيد طبعا ما يكون معايا طبعا الكينج محمد صلاح اللي انا جايبه معايا في التشكيله بتاعتي. يعني المفروض احنا شايفينه خلاص ضمن التاهل مع منتخب مصر لكاس العالم، الدنيا مريحه معاه، ريح ماتش بدري، يعني هو لعب ماتش واحد بس التوقف الدولي، فقاعد مريح الفتره اللي فاتت، فالمفروض شايفينه يرجع بقى براحته مرتاح، يركز بقى مع ليفربول. هنشوف بقى ارني سلوت هيجهز ازاي الفرقه في قادم الجولات بعد كده، يحاول يتفادى ازاي الاخطاء اللي حصلت. هنشوف طبعا معظم الفرق اللي كان صلاح دايما بيحب يقابلها وبيسجل فيها، وقابلها السنه اللي فاتت في الربع الاولاني من الموسم وجاب نقط كويسه قدامها، فنقدر نقول هيبدا يقابلهم دلوقتي، فممكن نشوف محمد صلاح يرجع للتالق تاني مره اخرى، ونشوف بقى يثبت كفاءه، ومعرفش بقى هنشوف بقى محمد صلاح هيعمل ايه. وطبعا اكيد هيكون معايا الخامس على مستوى خط الوسط، اكيد هيكون اختيار رخيص، بيلعب اساسي عندي على الدكه، يوم ما اتزنق لاي حد هو ممكن ينزل لي من على الدكه. هو طبعا كينج من فرقه فولهام، وراجل ما شاء الله شغال، يعني راجل كويس، واتجرب في مركز المهاجم
طبعا في غياب واحد زي راؤول خيمينيز وواحد طبعا زي مونيز، ولكن طبعا اكيد زمانهم هيكونوا راجعين، فاعتقد ان كينج هيكون اختيار كويس. معايا لاعب بادجت خامس على مستوى خط الوسط بيكون لي على الدكه. طبعا للاسف برضه هيكون معايا مهاجم رخيص وهو مارك جوي من طبعا فرقه طبعا تشيلسي، ونقدر نقول يعني مش بعيده مش بعيده بالغيابات والاصابات اللي موجوده في فرقه تشيلسي لغايه دلوقتي. ممكن مارك جوي يلاقي مثلا فرصه انه يلعب اساسي، واحتمال ينزل دايما وياخد نقط يعني دقايق وياخد نقط. فمثلا اصابه واحد زي ديلاب، بالمر، كول بالمر اللي غايب، انزو فرنانديز بيتكلموا على انه راجع من التوقف الدولي ما لعبش الماتش التاني، عنده مشكله في الركبه وظهرت عليه علامه صفراء. بيتكلموا على استيفاء وعنده برد ومش عارف ايه وجاي مريض، فيعني برضه مش عارفين الدنيا فيها ايه. جوا بيدرو مش بيقدم افضل اداء ليه وهو بيلعب في مركز المهاجم، فممكن مارك جوي يلعب قدام مهاجم وينزل تحتيه طبعا جوا بيدرو، فممكن مش بعيد. بس طبعا هو مجبر اخاك على بطل، وانا جايبه معايا مش عشان انا كل الكلام اللي انا بقوله لك ده، انا جايبه معايا عشان معيش فلوس اجيب مهاجم عادل. وطبعا هيكون معايا لينج هالاند في خط الهجوم، هو المهاجم الثاني معايا. وفولت مادا طبعا مهاجم فريق نيوكاسل، بران الماتشات الكويس عندهم وراجل مميز زي ما جبنا في الاحصاءات والارقام. 50% من المساهمات الهجوميه اللي عملتها فرقه نيوكاسل الفتره اللي فاتت في السبع جولات اللي فاتوا كان بيشارك فيها فولت مادا، برغم انه ما كانش اساسي في تقريبا في اول جولتين على ما اعتقد تقريبا. فيعني ارقامه واحصائياته كويسه. وطبعا هي مشكله او نقدر ما نقولش مشكله، يعني نقدر تقول بالنسبه لك هي ممكن تبقى ديفرنشاليه، ان انت بالطريقه ديت او بالتشكيله ديت هتبقى مضطر دايما تلعب بطريقه 4-4-2. فمره بقى تاخد الريسكايه في روندون، مره تاخد الريسكايه بقى في مثلا في الديرتي، بما ان طبعا شايفين ان الفرقتين ليدز يونايتد وساندرلاند عندهم رن كويس من الماتشات الفتره اللي جايه، فمش بعيد حد فيهم يكافئك. طبعا بقى بالتشكيله والعناصر اللي احنا اخترناها معانا في التشكيله بتاعتنا، ده يخلي معايا لسه فلوس في البنك حوالي 2 من 10 مليون تقريبا، وده طبعا على حسب البادجت بتاعتي والتيم فاليو بتاعي. يعني انت ممكن يكون لسه معاك فلوس اكتر، تقدر مثلا تعلي واحد من الاثنين مدافعين بتوعك، مثلا واحد زي الديرتي او واحد زي روندون، وتعلى مثلا تجيب مثلا فان ديفين مثلا، او توفر وتجيب واحد مثلا زي ضيوف مثلا. ويست هام عندها رن ماتشات كويس والراجل ده هيتالق كويس جدا تحت قياده نونو سانتوس، فمثلا تجيب واحد زي ستيفي ب4 مليون مثلا، او تجيب واحد خامس ما بيلعبش 3.9 في الدفاع، وتاخد كل الفلوس دي تحطها على واحد زي الديرتي. تعلى مثلا لواحد زي ضيوف، تعلى واحد مثلا زي اودوجي مثلا من فرقه توتنهام الفتره اللي جايه. فيعني ممكن تفكر في الحاجات دي. طيب نيجي مع بعض بقى للتشكيله الثانيه، وهي التشكيله بتاعه الكل في الكل، اللي انت فيها محل على كل حاجه ومحل على اي فرقه ومحل على اي نقط ممكن تبقى متواجده الفتره اللي جايه. طبعا خلينا نبدا في حراس المرمى، وده هيكونوا ثابتين معانا في كل التشكيلات. نيك بوب طبعا حارس مرمى فرقه نيوكاسل بجدولتها الفتره اللي جايه، بارقام الاحصائيات بتاعتها الدفاعيه الكويسه الفتره اللي فاتت. صحيح طبعا دان بيرن في توقف الدولي ايده اتكسرت، فمش عارفين ظروفه ايه. ليفرامينتو الراجل اتصاب وهيغيب حبه حلوين، ولكن اعتقد يعني دفاع فرقه نيوكاسل كويس، واحنا عندنا بوتمان وعندنا فابيان شار والجديد اللي جايبينه سيو، فيعني الدنيا تمام زي الفل اعتقد. طبعا بقى في خط الدفاع هيكون معايا دبل دفاع من فرقه ارسنال، كالافيوري وجابرييل. واحد هيقول لي طب انت جايب كالافيوري ما انتش جايب تمبر ليه؟ الراجل الجوله اللي فاتت ما شاء الله جايب يعني اسيست واتحسب ليه ضربه جزاء بعد ما اتكعبل والكلام ده، والله على حسب بناء الارقام والاحصائيات، وخصوصا الارقام والاحصاءات الهجوميه لمدافعين فرقه طبعا ارسنال. انا شايف ان في تفوق كويس جدا لواحد زي كالافيوري، وراجل بيسدد كتير وبيشوط كتير، وتقريبا نقدر نقول في احصائيه برضو وقعت قدامي مش متاكد منها، هبقى ادور لكم عليها برضو واتاكد لكم منها، ان كالافيوري من اكتر المدافعين اللي شاطوا على الجون، فيعني احصائيه كويسه مش وحشه. كما توفقش الجوله اللي فاتت، شاط كوره جت في العارضه فكانت ممكن تبقى جون، وساعتها ما كناش هنتكلم الحديث اللي انا بقوله ده اذا كان تمبر ولا كالافيوري احسن. لكن طبعا وفي ميزه عنده انه بيطلع بدري، فممكن يبقى مضمن على الكلين شيت ويطلع بدري، وارسنال تخسر مثلا الكلين شيت في اخر الدقايق. دي حاجه انا شايفها كويسه. وطبعا يعني افضل ان انا اجيب دبل دفاع من ارسنال 2 مدافعين، ما اجيبش مثلا ديفيد رايا معايا وجابرييل، او ديفيد رايا وتمبر وكالافيوري. لا انا هجيب، لان هو اغلب الاهداف اللي بيسجلها ارتيتا وارسنال اغلبها بيكون من الدفاع. ونقدر نقول الروتيشن هو صحيح دلوقتي مع اصابه اوديجارد والدنيا يعني كده بقت يعني ظريفه الى حد ما، فيش روتيشن قدام كتير، ولكن برضو الروتيشن في المدافعين هيبقى قليل فرقه ارسنال. واعتقد زي ما قلت لك يعني انا مضمن على نقط كويسه وكتيره ممكن يجيبها مدافعين ارسنال، لان اغلب الاهداف اللي بيسجلها ارتيتا او ارسنال اغلبها بتيجي تقريبا من المدافعين، اي مساهمات هجوميه في الاغلب بتيجي من المدافعين. طبعا بقى فان ديفين معايا، وجويهي من فرقه كريستال بالاس، والسينسي طبعا من دفاع فرقه بورموس، ويعني من افضل الاسماء اللي عملت اداء مميز جدا الفتره اللي فاتت في اول 7 جولات، فخلاص مفيش احسن من كده. هتجيب مين تاني؟ على مستوى خط الوسط هيكون معايا طبعا قدوس، وانا مش محتاج اتكلم، انا قلت لك ليه جايب قدوس معايا من فرقه توتنهام. سيمينيو طبعا من فرقه
فرقه بورموس، ودي يعني مش محتاجين نتكلم. انا ليه جايب معايا سيمينيو؟ طبعا هيكون برده معايا على مستوى خط الوسط ساكا طبعا من فرقه ارسنال، فكده يبقى معايا 3 من ارسنال في جدولتها الفتره اللي جايه، الجدوله الكويسه بتاعتها. ريندرز من طبعا مانشستر سيتي، واعتقد يعني مش محتاج اتكلم، يعني ريندرز هو ممكن ما يكونش مساهماته الهجوميه كتير، بس يعني خلي بالك هو العنصر الوحيد اللي اقدر اضبل فيه من فرقه السيتي الفتره اللي جايه. يعني انا مش ضامن فودين، ما مش ضامن اي حد تاني يقدر يعمل حاجه، مفيش غير هالاند، وهالاند مع 70% تقريبا او حاجه و60% مع لعيبه الفانتزي، فانا محتاج حد معايا يسند، يعني يديني مثلا ادفانتج شويه، يعلي لي في الرانكات شويه، خصوصا في ناس مش مقتنع. فانا شايف ان ريندرز كويس، وكان قريب انه يسجل في الماتش اللي فات قدام برينفورد، لولا طبعا تألق كيلهر وشال الكوره بمنتهى البراعه. فريندرز بيوصل وبيزيد، وخصوصا كمان في الفرق اللي بتقفل وعندها دفاع كويس جدا، قلوب دفاع كويسه وبتقفل وبتلعب ببلوك دفاع متاخر، فريندرز بيلاقي له فرصه، وده اغلب الفرق اللي هتلعب قدام السيتي هتلاقيها بالمنظر ده. فحظوظه قائمه في اي لحظه ممكن نلاقي واحد زي ريندرز بيسجل نقط وبيسجل اهداف وبيجيب نقط، ومش يعني مش هنقول لك ديفرنشال قوي، لكن مش مع ناس كتير. انزو طبعا فرنانديز من فرقه تشيلسي، بالمشاكل اللي احنا شايفينها عند انزو ماريسكا وفرقه تشيلسي، والغيابات والاصابات وغيابه كول بالمر طبعا الفتره اللي جايه ممكن يغيب حبه حلوين، الراجل لسه ما تعافاش لغايه دلوقتي، وهنتاكد طبعا من المؤتمر الصحفي اكيد. بس المهم كمان نتاكد من انزو ان هو تمام وزي الفل، والراجل تمام، ركبته كان بيقول لك عنده مشكله في الركبه وما شاركش في الماتش الثاني بتاع منتخب الارجنتين، فهنتاكد طبعا من المؤتمر الصحفي من انزو ماريسكا هل انزو فرنانديز الراجل تمام وزي الفل وهيشارك الفتره اللي جايه، لان بالطريقه ديت وجواو بيدرو مش قادر يوصل للجول، مش قادر يسجل، ودايما نقدر نقول ايه في حضن المدافعين، فده بيدي فرصه. وهو انزو كمان ماريسكا يعني بدا يعتمد الفكره ديت انه يعتمد على الناس القادمين من الخلف، واحد زي كايسيدو وواحد زي انزو، الاثنين يقدروا يسجلوا، فممكن يطلع لك بديفنس كونتريبيوشن، يعمل لك اسيست، يجيب جون، ومع ضربات الجزاء وبعض ستيت بيسز، فيعني اختيار كويس انا شايفه مش وحش. مع رن الماتشات بتاع تشيلسي برضو انا شايفه اختياره حلو مش وحش. نيجي بقى للهجوم، وخط الهجوم الناري بتاعنا هيكون فيه بوين طبعا من فرقه ويست هام، الراجل المفروض هنشوفه بيتالق الفتره اللي جايه تحت قياده نونو سانتوس، دايما بتشوف المهاجم تحت قيادته بيتالق، وطبعا وللاسف فول كروج الراجل اتصاب مع منتخب المانيا، فمش عارفين ظروفه هيغيب قد ايه، فممكن بوين يلاقي له فرصه. ما اعرفش ويلسون هيلعب، بس حتى لو ويلسون يلعب بوين هيلاقي له مساحات، هيلاقي له اماكن زي ما كنا بنشوف تحت قياده نونو سانتوس، واحد زي هودسون اودوي، واحد زي ايلانجا، حتى لو بوين لعب على الطرف فاحتمال كبير يتالق، فبوين هيكون معايا من الاختيارات في رن الماتشات الفتره اللي جايه، اخد فيه ريسك، راجل ديفرنشال محترم جدا. طبعا هالاند معايا في التشكيله بتاعتي، مش محتاج اتكلم، هالاند معايا ليه، ورن ماتشات وراجل مقدم اداء عظيم، ارقامه واحصاءاته كلها مرعبه، فمش محتاج اتكلم عليه. طبعا بقى هيكون الاختيار معايا الثالث على مستوى خط الهجوم فولت مادا طبعا من فرقه نيوكاسل، واتكلمت برضه انا ليه جايب معايا فولت مادا من فرقه نيوكاسل في رن الماتشات اللي عندهم الفتره اللي جايه، بارقامه باحصائياته بنسبه مشاركته في المساهمات الهجوميه اللي بتيجي طبعا من فرقه نيوكاسل، فاقدر اقول بالتشكيله ديت انا لامم كل حاجه، لامم كل الفرق، معوض كل اللعيبه من كل فريق، مكفر كل الدنيا. ممكن ما يكونش فيها لعيبه من ليفربول، بس انا من وجهه نظري انا شايف ان انا مش محتاج عناصر من فرقه ليفربول دلوقتي، على الاقل بعد التوقف الدولي. ممكن ابقى افكر بقى التوقف الدولي الثاني افكر ان انا ادخل لعيبه من ليفربول بعد كده. طبعا بقى واحد هيسالني يقول لي يا ابو الكباتن هو انت بعت جيوكيريس ورحت جبت ساكا عشان ساكا معاه ضربات الجزاء؟ بص عزيزي المشاهد، يعني خلينا نكون صراح واضحين، يعني موعد عوده كاي هافرز قرب، موعد طبعا عوده جابريل خصوص قرب، مش بعيده احتمال يشاركوا يعني مثلا في خلال 3 4 جولات جايين، ممكن نلاقيهم موجودين في اي لحظه. بس بغض النظر يعني هل ضربات الجزاء مع ساكا ومش مع جيوكيريس، انا اعتقد بنسبه كبيره لا، انا هشوف جيوكيريس بيشوط ضربه الجزاء اللي جايه، وخصوصا كمان قدام فرقه فولهام. يعني فرقه فولهام واحد زي جيوكيريس ده انا متاكد ومتوقع بنسبه كبيره ان اللي هيتالق قدام فولهام هيكون جيوكيريس مش ساكا، لكن انا عشان ابقى مغطي كل الفرق ومكفر كل الفرق ويبقى عندي فرصه ان انا اقدر الم اكبر عدد من النقط من كل الفرق، فلجأت ان انا يكون معايا ساكا على مستوى خط الوسط، بما ان ما عنديش لعيبه يعني كتير في خط الوسط اقدر اعتمد عليها او مميزه، فالمانع يبقى ساكا معايا على مستوى خط الوسط، وراجل ضامن مكانه كاساسي، ممكن يعني يشارك في بعض ضربات الجزاء، وخصوصا انه دلوقتي هيبقى في ايده شرط الكابتنه في غياب اوديجارد، فهو هيبقى المتحكم والامر والناهي مين يشوط ضربه الجزاء ومين ما يشوطهاش. يعني اعتقد هو جيوكيريس مش مختلف ان هو هيشوط ضربه الجزاء اللي جاي، يعني ضربه الجزاء اللي جاي اعتقد وهي هتبقى قدام فولهام باذن الله، هو ممكن هو اللي هيكون بنسبه كبيره داخل يشوطها، وراجل عنده فرص كويسه جدا قدام فرقه فولهام، فانا مش مضحي بيه عشان حاجه، انا مضحي بيه عشان ابقى فاعل تشكيله وايلد كارد وعايز اضمن على كل النقط الفتره اللي جايه. طب ايه بقى تشكيله الريسكات لا للضعفاء واللي قلبهم جامد وعايزين ياخدوا ريسكات الفتره اللي جايه؟ هي هتكون نفس التشكيله، بس انا هعمل تويستايه، بدل ما يبقى معايا دبل دفاع من فرقه ارسنال كالافيوري وجابرييل، لا
انا هبيع كالافيوري وهجيب مكانه ضيوف اللي هيكون عنده رن ماتشات كويس، وطبعا تحت قيادة نونو سانتوس ممكن يتالق. وكان في مباراه وديه لعبوها خلف الابواب المغلقه زي ما بيقولوا، ولعب فيها بطريقه 4-3-4-3. ففي الطريقه ديت طبعا واحد زي ضيوف اكيد هنشوف يتالق، خصوصا ان احنا بنتكلم على ايه، ضيوف في ارقامه الاحصائيات اللي عرضناها في الحلقه اللي فاتت. كان بيشارك بنسبه كبيره حوالي 50% تقريبا من المساهمات الهجوميه اللي بتحصل في فرقه ويست هام، فارقامه كانت كويسه جدا. والراجل اللي هو بيزيد هجوميا بشكل كبير، فممكن مش بعيده برضه بيشوط ركنيات، فمش بعيده تحت قياده نونو سانتوس نشوف واحد زي ضيوف بيتالق. فانا هجيب ضيوف مكان كالافيوري، بدل انزو فرنانديز هروح اجيب ابريتش ايزي، ويبقى معايا ساكا وايزي قدام وجابريال في خط الدفاع. هتقول لي ده يا بوب امال انزو فرنانديز راح فين؟ ما هنا التويستاي، ما هنا القلب الجريء، هنا ليست للضعفاء. صحيح تشيلسي عندهم رن ماتشات كويس الفتره اللي جايه، بس بكميه الغيابات والاصابات اللي موجوده في الفرقه ممكن اخد فيها ريسكايه واغامر ضد الاختيارات بتاعت الفرقه بتاعت تشيلسي. لعيبه هتلاقي ناس كتيره معاها من دفاع فرقه تشيلسي، هيبقى معاهم انزو، هيبقى معاهم جواو بيدرو. فبالغيابات والاصابات اللي موجوده في فرقه تشيلسي، خصوصا لو انزو غاب للاصابه، ستيفاو راجع طبعا عنده مرض، فبيقول لك عيان برد انفلونزا حاجه زي كده، فمش عارفين برضه هيكون جاهز ولا لا. فدي الريسكايه اللي اقدر اقول مثلا ممكن افكر فيها، ان انا اخد ريسكايه واضمن كده على نقط كويسه، واغامر بدبل هجوم مثلا من فرقه ارسنال الفتره اللي جايه في رن الماتشات الكويس بتاعهم، بما ان ضمنت ايزي وضمنت ساكا، فاخد ريسكايه. فدي بقى بتاعت القلب الجامد، قلبك جامد روح فيه. وطبعا التشكيله ديت بالتيم فاليو بتاعي اللي موجود عندي، متبقي عندي في البنك 3 من 10 مليون. يعني لو حبيت تعلي مثلا واحد زي ضيوف قلت لي لا مش مقتنع بيها، عايز تجيب حد تاني، عايز تعلي مثلا ريندرز قلت لي لا بلاش موضوع اللي هو ريندرز وهالاند من السيتي، ريندرز انا مش مقتنع بيه. تعالي مثلا واحد زي ريندرز تروح تجيب مثلا واحد زي انتوني من فرقه طبعا بيلي، بس طبعا نتاكد في المؤتمر الصحفي ان الراجل ده جاهز، وخصوصا الراجل ده كان في الاحصائيات تاني واحد ورا هالاند، تقريبا مساهم بنسبه 70% من كل المساهمات الهجوميه بتاعت فرقه بينلي. فبراحتك بقى شوف انت عايز تلعبها ازاي، وانا قلت لك كل الافكار الممكنه. وبس كده نكون وصلنا لحلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتك وما تكونش طولت مني، واكون قدرت اساعدك بكل ارائي وتحليلاتي وتوقعاتي واهم اللعيبه اللي لازم تكون معانا في التشكيله بتاعتنا والتشكيلات اللي استعرضناها مع بعض، وان شاء الله تكون تشكيلات كويسه تفيدك باذن الله وتجيب لك نقط كتير، وطبعا اسهم خضراء كبيره باذن الله. اتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وارجوكم دايما خليكم معايا.